واش عمرك تخيلتي راسك في مدرجات في الولايات المتحده الامريكيه كتشجع المنتخب ديالك وسط الاف الجماهير؟ ولكن واش عارف بلي هذا الحلم ساهل عند البعض وصعيب بزاف عند البعض الاخر؟ اليوم غادي نحيدوا الغموض ونفهموا علاش بعض الجماهير العربيه خصوصا الجزائريه كتلقى صعوبات في السفر، بينما جماهير اخرى كتلقى الطريق اسهل. كره القدم ماشي غير لعبه، راها عشق، والجمهور العربي معروف بالحماس ديالو سواء في المغرب ولا الجزائر. الجماهير كتعيش الكره بكل تفاصيلها. شكون اللي غيصنع الحدث الحقيقي في المدرجات الامريكيه؟ الجماهير المغربيه اللي بهرت العالم في قطر، ولا الجماهير الجزائريه اللي كتحلم ترجع للواجهه وبقوه؟ اجي نكونوا واقعيين وصراحه، فاش كنهضروا على الجماهير المغربيه في قطر 2022 كنهضروا على ظاهره عالميه. المونديال الاخير كان مغربي بامتياز، العالم كله بقى منبهر في تيفوات الوداد والرجاء، في سير ديال وليد الركراكي، وفي التنظيم العجيب اللي خلى الملاعب العربيه تبان بحال ملاعب اوروبا. الجماهير المغربيه ماشي غير كتشجع، هي كتعيش الماتش وكتخلق واحد الجو احتفالي اللي كينتشر في العالم كله. في المقابل الجماهير الجزائريه عندها واحد الحماس جنوني ما كتلقاه في حتى شي بلاصه. هي جماهير كتعشق الكره لدرجه العباده، وعندها تاريخ طويل ديال التشجيع في الملاعب الافريقيه والاوروبيه. فاش كتحضر الجزائر كيحضر الصخب وكتحضر الروح القتاليه في المدرجات. المشكل اللي كان هو الغياب على المونديال لمده 22 سنه، وهذا الشيء خلى الجماهير الجزائريه باغا تفرغ داك الكبت الكروي وباقي فيها الحسره ديال ماتش الكاميرون اللي مازال كتعاود. امريكا 2026 غتكون فرصه ليهم باش يقولوا نحن هنا وبقوه. المقارنه هنا ماشي على شكون حسن، ولكن على نوع التشجيع. المغربي المنظم والمبدع، الجزائري العفوي والحماسي. في هذا الفيديو ماشي غنهضروا غير على الكره، غنهضروا على الحرب البارده ديال التشجيع، وكيفاش تقدر انت كاجير او طالب تحقق حلم السفر لامريكا وتشجع منتخبك بجميع التفاصيل من الفيزا حتى للتكلفه. تبع معايا حيت هذا الفيديو هو الساروت ديالك المونديال. ملي كنوصلوا لفكره السفر لامريكا لتشجيع المنتخب هنا كتبان الفوارق، واليوم جبت لكم مقارنه كامله ومفصله بين وضع المشجع المغربي والمشجع الجزائري فيما يخص الفيزا الامريكيه لكاس العالم 2026. باش تمشي للولايات المتحده الامريكيه خاصك فيزا سياحيه بواحد، شرطه مائله باثنان، جواز سفر صالح، ملء استماره موعد في السفاره، رسوم التقديم وهي 185 دولار، ماشي مبلغ كبير، لكن خاصك تعرف انه غير مسترد حتى الا ما عطاكش الفيزا، وخاصك اثبات انك غادي ترجع لبلادك. المشكل ماشي غير في الاوراق، ولكن في اقناع القنصل انك ما غاديش تحرك. دابا نجيو للنقطه المهمه. الجماهير المغربيه عندها نسبه قبول معقوله في الفيزا، عندها تجارب سابقه في السفر، المونديال، روسيا او قطر. بعض الدول مفتوحه لهم بلا فيزا، هادشي كيعطي ثقه اكثر. والحاجه اللي خاصكم تعرفوها، المغرب ماشي في قائمه الدول اللي عليها كفاله ماليه، وهذا فرق كبير جدا كما غادي تشوفوا دابا. زياده على هذا، امريكا خففت مده انتظار الموعد القنصلي في الدار البيضاء خصيصا لكاس العالم 2026. وفي حال شريتوا تذكرة مباراة رسمية من موقع الفيفا تستفدوا من نظام الفيفا باس، وهو نظام يعطيك الأولوية في جدولة موعد الفيزا. هذه ميزة ذهبية خاصة مع الازدحام المتوقع. في المقابل الجماهير الجزائرية كتعاني أكثر، فالحصول على الفيزا نسبة الرفض كتبان أعلى، فبعض الحالات فرص السفر أقل مقارنة ببعض الدول. هذا الشيء ماشي قانون رسمي ضد دولة معينة، ولكن كيرتبط بعوامل بحال الوضع الاقتصادي، نسبة الهجرة غير الشرعية، الملفات الفردية ديال كل شخص. دابا اجي نهضروا على المعقول. الحلم كبير، ولكن سد المانع هو الفيزا الامريكيه. بزاف كيسحب ليهم باللي الفيزا مستحيله، ولكن الحقيقه هي انها مساله ملف. خاصك تقنعهم باللي عند علاقات قويه بالمغرب اللي تخليك ترجع، مثلا عقد عمل دائم، شركه ديالك، عقارات او ارتباط عائلي. ثانيا القدره الماليه، خاصك تبين كشف حساب بنكي ديال 6 شهور الاخيره فيه مبالغ كافيه لتغطيه تكاليف الرحله، طائرة، أوتيل، تذاكر الماتش. ما كاينش مبلغ محدد، ولكن خاصو يكون منطقي مع رحلتك ومصاريفك. ثالثا هدف واضح للزيارة. في هذه الحالة الهدف هو تشجيع المنتخب. خاصك توجد حجز أوتيل وتذاكر المباريات إلى شريتيهم، وتكتب خطة رحلة. دابا الجزء اللي بزاف الناس ما كيعرفوش، وضع الجمهور الجزائري مختلف بشكل كبير. في 21 من يناير 2026 أضافت أمريكا الجزائر لقائمة برنامج فيزا بوند بايلوت بروجرام، بالعربي برنامج الكفالة المالية. وهذا يعني أن الجزائري خاصه يدفع مبلغ مالي ضخم كضمان قبل ما يحصل على الفيزا. الأرقام واضحة: 5000 دولار للأطفال، و10,000 إلى 15,000 دولار للبالغين. وانتبهوا، المبلغ كيتحسب على كل شخص، يعني راجل كيسافر مع مرته وولاده خاصه يخلص أكثر من 30,000 دولار كفالة فقط. المبلغ كيرجع، لكن بشرط واحد: تلتزم بشروط الفيزا وترجع لبلادك في الوقت المحدد. إلا بقيتي في أمريكا أكثر من المدة الفلوس طارت. نقطة أخرى مهمة،
صحاب هاد الفيزا خاصهم يدخلوا ويخرجوا من المطارات التجارية الرسمية فقط، ماشي مسموح بالطيران الخاص ولا المنافذ البرية. دابا شحال غيخصك ديال الفلوس؟ اجي نحسبوها برأس بارد. تذكرة الطائرة المغرب أو الجزائر لأمريكا، نيويورك أو لوس أنجلوس، في الوقت د المونديال غتكون غالية، تقدر توصل ل 12000 حتى ل 18000 درهم المغرب. الإقامة في أمريكا غالية بزاف، أوتيل متوسط غيكلفك 1000 درهم في الليلة، إلا جلستي 15 يوم غيخصك 15000 درهم. تذاكر المباريات الأسعار كتختلف، ولكن تذاكر الدور الأول غتكون ما بين 1000 حتى ل 3000 درهم للتذكرة. إلا تفرجتي في 3 ماتشات قول 6000 درهم. المصاريف اليومية أكل ونقل خاصك ما بين 500 حتى ل 800 درهم في اليوم، قول 10000 درهم للرحلة كلها. المجموع التقريبي غيخصك ما بين 45000 حتى ل 60000 درهم مغربي كبير. بزاف ديال المغاربة والجزائريين سافروا لقطر وروسيا والبرازيل، والقصص ديالهم ملهمة. كاين اللي جمع الفلوس العامين، وكاين اللي خدم فريلانس باش يخلص الرحلة. كلهم كيتقوا على حاجة واحدة، التجربة لا تقدر بثمن. الشعور فاش كتسمع النشيد الوطني في ملعب عالمي بعيد على بلادك، الشعور بالحب والاتحاد مع جماهير من كل العالم، هادشي غيبقى في ذاكرتك مدى الحياة. نصيحة ليك، تعلم الإنجليزية الأساسية، غتعاونك بزاف في المطارات، الأوتيلات والتعامل مع الناس. تجنب النصابين، ما تشريش تذاكر المباريات أو حجوزات ديال الأوتيل من مواقع غير موثوقة. يوتيوب وفيسبوك عامرين بناس كيستغلوا حلم الجماهير. كن سفيرا لبلادك، فاش تكون تما مثل بلادك بأحسن صورة. الضحكة، المعاملة الطيبة واحترام القانون غتخلي أمريكا كلها تحترم المغاربة والجزائريين. شاركنا في التعليقات، شكون اللي بان ليك غيدير الحدث في أمريكا، المغرب ولا الجزائر؟ وشنو هو أكبر عائق كتشوفه قدامك باش تحقق هذا الحلم؟ ما تنساش دير لايك للفيديو وتفعل الجرس باش يوصلك الجزء الثاني فين غنهضروا على كيفاش تلقى أرخص الرحلات في المونديال. نشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.